السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة دي عاملها عشان اتكلم فيها عن تطورات الملاعب في الدوري المصري. بسم الله ما شاء الله، اتحاد الكرة عندنا اخد قرار ان الملاعب بتاعة الدوري المصري هتتطور وهتتجدد وهتبقى على شكل كويس جدا، هينفعنا وهينفع اتحاد الكرة المصري. الصراحة انا شفت ملاعب عندنا بتتجدد، شكلها جامد جدا. استاد النادي المصري عندنا في بورسعيد اتجدد واتطور، بقى شكله 10/10، ممتاز. عجبني قوي فكرة ان شركة فودافون هتبني ملعب جديد للنادي الاهلي. بصراحة انا شفت الملعب على الذكاء الاصطناعي او الاي اي، حاجة خرافة 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 خرافة، منظر جميل وروعة. فانا عاجبني قوي ان الاتحاد الكرة بتاعنا هيبدأ يجدد ويطور. ده حاجة كويسة يا جماعة والله للبلد، وحاجة كويسة لاتحاد الكورة. ملعب غزل المحلة هيتجدد، انا شفته على الاي اي، بيدرسوا الموضوع وبيشوفوا الشكل والنموذج، روعة. ملعب المقاولين العرب شفته على الاي اي، جميل جدا. استاد القاهرة هيتجدد وهيكبروا المدرجات بتاعته، هيبقى 10/10، ممتاز. بيبنوا استاد جديد في مطروح، استاد طبعا عالمي. بيجددوا استاد الجونة، بيجددوا استاد الاتحاد السكندري. استاد المنصورة هيتجدد برضه وهيبقى شكله جامد جدا. هيبدأ يتعمل 28 ملعب عشان يتلعب عليهم بطولات في الأيام اللي جاية. في بطولات هتتلعب الأيام اللي جاية، في كأس الأمم الإفريقية، ماتشات ودية لمنتخب مصر، ماتشات للأندية بتاعة الدوري المصري هتتلعب على ملاعب جديدة، ملاعب فخمة. هيبقى المنظر كويس، الجمهور هيخش يحضر في الملعب، تيكيتات هتتقطع عشان الناس تخش تتفرج. طبعا دي حاجة بتفيد البلد وبتفيد الاقتصاد، بتفيد الاقتصاد الكروي كمان. يعني بسم الله ما شاء الله، في نجاح داخل علينا، فدي حاجة كويسة جدا، وانا مبسوط وفرحان ان اتحاد الكرة بيعمل كده. كأس الأمم الإفريقية اللي جاي، لا اللي بعده، هيتلعب عندنا. هيبقى عندك ملاعب جديدة، هيبقى منظرها مشرف جامد قدام العالم وقدام الناس كلها. عندنا ملاعب شبه الملاعب بتاعت بلاد بره، في امريكا وانجلترا وهولندا واسبانيا وايطاليا. احنا منقلش حاجه على الناس دي. طبعا الملاعب الجديده لما هتتعمل وهتشتغل والناس تدخل، دي حاجه كمان هتبدا تشغل الكافيهات اللي جنبها، الاسواق هتشتغل، الفنادق الجديده اللي بتتعمل جنب كل ملعب هتشتغل. هيبقى في سياح، في ناس بتطلع تقعد في الفنادق دي بيحجزوا، ده حاجه كويسه برضه، هتنفعنا جامد. انا شايف ان اتحاد الكوره بصراحه اخد قرار 10/10. وبالمناسبه كمان ان انا زملكاوي، في استاد جديد بيتعمل للزمالك، استاد جميل جدا، ربنا يبارك، ويبقى من احلى الاستادات اللي موجوده في مصر وفي افريقيا كلها. خطوه كويسه هتنفعنا قدام. مش بعيد ان احنا نيجي في يوم من الايام كاس العالم يتلعب عندنا. شايف ان دي حاجه يعني ممكن تحصل، مش بعيده والله علينا، بس هي محتاجه شويه مجهود وشويه تعب بس. فانا بشكر اتحاد الكره المصري وكل الناس اللي اخدت القرار ان يحصل تغييرات وتجديدات للملاعب بتاعه الدوري المصري. وكده خلصت حلقتي معاكم النهارده، وان شاء الله هشوفكم في الحلقه اللي جايه.